يعني اتعلمت حاجات كتير. اتعلمت ان انا ازاي احافظ على مستقبلي، واتعلمت ازاي ان انا ادير مشروعات، واتعلمت وانا كنت بسعى لهدفي. انا زين العابدين، عندي 12 سنه. كان نفسي ان انا اجي الكورس اصلا عشان اتعلمت من ولاد خالتي يعني ان الكورس ده حلو جدا. فانا قلت لمامتي انا لو سمحت يا ماما انا عايزه اروح الكورس ده عشان انا نفسي اروح الكورس ده. زين قول لنا ايه اكتر حاجه اتعلمتها في الكورس؟ يعني اتعلمت حاجات كتير. اتعلمت ان انا ازاي احافظ على مستقبلي، واتعلمت ازاي ان انا ادير مشروعات، واتعلمت وانا كنت بسعى لهدفي. ومستر احمد طبعا يعني انا بديله جزيل الشكر. شكرا يا مستر احمد، يعني دي رساله انا بوجهها له. شكرا يا مستر احمد يعني على الحاجات اللي هو علمها لي في ال5 days اللي انا اتعلمت فيهم النهارده. اتعلمت فيهم حاجات كتير. اتعلمت فيهم بروجكت مانجمنت وبروجكت مانجر. اتعلمت ايه عن البروجكت مانجمنت يا زين؟ عن البروجكت مانجمنت اتعلمت ان انا البروجكت مانجمنت ده لازم يبقى عنده مرونه. يعني اول حاجه البروجكت يعني مشروع، ومانجمنت يعني اداره مشروعات. يعني قصدي الكلمه كلها اداره مشروعات. وانا كان حلمي اصلا يعني هو انا اتعلمت من المستر اتعلمت حاجه اسمها لوست وديد والهاي اتشيفر والدريمر. اول حاجه اللوست ده هو بيذاكر كتير جدا ومجتهد ولكن مش عارف حلمه. لو مثلا حد قال له تعالى نشتغل انا وانت سوا دكاتره هيقول له ماشي يلا نشتغل دكاتره. لو حد قال له مثلا نشتغل كذا 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 هيمشي وراه. في حاجه اسمها هاي اتشيفر، وانا حلمي ان انا ابقى من الهاي اتشيفر ان شاء الله. الحمد لله انا هاي اتشيفر الحمد لله. الهاي اتشيفر ده هو عارف حلمه وبيذاكر كويس جدا. وفي حاجه اسمها دريمر. الدريمر ده هو عارف حلمه ولكن ما بيسعلوش حلمه ده ما بيسعلوش. وفي حاجه اسمها الديد ده ولا هو بيذاكر مش بيذاكر ومش عارف حلمه. هو من الاخر هو ضايع عشان ولا بيذاكر. يعني ادام انت ولا بتذاكر ولا بتسعى ورا حلمك ولا انت عارف حلمك، طب يبقى لازمته ايه المذاكره؟ لازمته ايه اصلا المدارس؟ طب كنت حاسس بايه وانت بتشتغل على المشروع بتاعك يا زين؟ والله كنت حاسس بحاجات كتير وكنت واثق من نفسي الحمد لله. لما طلعت وقفت يعني وكنت اتعلمت من المستر كان بيقعد يقول لي. انا كنت في الاول متوتر وخايف، يعني كنت خايف جدا. المستر قال لي لا ما تخافش، ما تخليكش كده، ما تتوترش. والحمد لله ما توترتش وحصل اللي حصل. يا رب بس تبقى نتيجه كويسه الحمد لله ان شاء الله باذن الله. طيب ايه اكتر حاجه كنت حاببها وانت معانا هنا في الكورس يا زين؟ يعني كنت حابب في حاجه جدا حبيتها ان انا اتعرفت على ناس جديده بدل الناس اللي انا كل يوم بشوفهم في حياتي. يعني اتعرفت على ناس جديده، في صحابي كتير اتعرفت عليهم وبقينا بنلعب كوره بره في الجاردن. وانا بصراحه حبيت السنتر جدا. ولو في راوند تاني تالت ان شاء الله باذن الله هاجي الراوند ده. مش عشان حاجه تانية زين، مش عشان حاجه، لا عشان صحابي وعشان المستر ده انا بجزله كثير الشكر. يعني شكرا ليك جدا يا مستر احمد. ثانك يو يا زين. والميس بتول برضو يعني ربنا يخليها. شكرا يا زين.